نظام شفط الغسيل المركزي، واللي صدقوني هيفاجئ ناس كتير جدا وخصوصا السيدات. فتخيلي معايا كده انك تخلصي بقى من حكايه شيل الغسيل من اوضه لاوضه ومن دور لدور ومن غير زحمه ولا كركبه. النظام ده بمنتهى البساطه بيخلي الغسيل يروح من اوض النوم او الحمام لاماكن الغسيل على طول، من غير ما تشيليه بايدك ولا تمشي بيه في البيت كله. كل اللي عليك تعمليه انك تحطي الغسيل ده في فتحه مخصصه ليه بتتعمل في كل اوضه، وتدوسي على زرار والنظام بيسحب الغسيل كله جوه شبكه انابيب مخفيه في الحوايط لحد ما يوصل للغساله. الميزه الكبيره بقى في شفط الغسيل المركزي ان تصميمه بيكون بسيط ومخفي، يعني ولا شكل وحش ولا مساحات ضيقه. ده غير انه كمان بيحافظ على نظافه البيت من انتشار الجراثيم والروائح، لان النظام كله مقفول. فبدل ما الغسيل يفضل بيتنقل في البيت كله، بيتجمع بسرعه وكفاءه اعلى في مكان واحد. وعشان النظام ده مستخدم في المستشفيات والفنادق الكبيره، ابتدى دلوقتي يدخل البيوت الحديثه لانه عملي وامن وبيوفر وقت ومجهود. والحقيقه ان في تعليقات كتير جدا جات لي من الجمهور لما نزلت الموضوع ده عندي على البيج، زي مثلا ان في حد قال لي احب اضيف ميزه استخدام الذكاء الاصطناعي انه يفصل الابيض عن الالوان. وحد تاني كتب لي تعليق ضحكني جدا بصراحه، وهو ان يعني بيقول لي ان النظام ده مش هينفع معاه عشان هم بيبقوا عايزين يغسلوا البطاطين والفتحات دي مش هتكفي البطاطين. وتعليق تاني قال لي ان احنا عايزين نعملها مثلا في الفيلا لما يبقى عندنا 12 طفل. وحد تاني قال لي ان مفيش اريح من كده، وان فاضل بس ان يبقى في جهاز تاني بيرتب لنا الغسيل، وان المهندسين خلاص يعني ما خلوش حاجه تانيه للناس ما عملوهاش. كل دي تعليقات جميله، واللي عايز اقوله باختصار ان نظام شفط الغسيل المركزي مش رفاهيه، ده حل ذكي ومبتكر بيخلي اداره الغسيل اسهل واسرع، وبيخلي البيت دايما منظم ومرتب. وفي النهايه احنا قدام اكتشاف واختراع جديد هيكون اضافه قويه في مجال الديكور والتشطيب والفرش.